هو ايه الجديد في اي او اس 26؟ اول حاجه طبعا زي ما انتم شايفين ان كل حاجه بقت جلاس كده، ليكويد جلاس. لو احنا دوسنا كاستمايز بقينا نقدر نزود طول الساعه، اكيد انتوا شفتوا الصور دي. كمان بقى يسمح لك ان اي خلفيه انت حاططها تخليها 3 دي. وانس ان انا دوست كده بيعمل لها جنريشن، وبعد كده بتتحول 3 دي، انا بتحرك جواها. بص الصوره عامله ازاي، ده موضوع جميل يعني. فدي بقت الصوره النهائيه لينا للوك سكرين زي ما انتم شايفين كده. هدوس عليها واتحرك براحتي عادي. لما نفتح هنلاقي ان الايكونز كلها بقت جلاسز. طبعا انا الصراحة مش عاجبني ده، لكن ممكن حد تاني يعجبه. حتى التنقل جوه بيتنقل بإزاز، يعني مش عارف اشرحها لكم ازاي، بس شايفين دي كده، كل حاجة كأنها ازاز. طيب الاسماء والحتت دي اتغيرت شوية، ده اللوك اللي انتوا عارفينه. بقى ممكن تغيره، تختار اليونيفايد ده وهيجيب لك كده، هيحط لك الفيفوريتس فوق. وهنا بقى بيحميك ان انت لما كنت بتدوس كان بيرن، بقيت لازم تدوس هنا عشان ترن. لو مش عاجبك ممكن ترجع المود العادي. في حاجه كمان اتضافت عجباني قوي، انا دلوقتي لو دوست هنا واخترت العربيه وانجليش، هكلم صاحبي مثلا اقول له تعالى نروح. بص بقى، سكند كاب، بيكتب انجليزي وعربي بنفس الكيبورد، وهو بيعرف انت عاوز تكتب ايه ويكتبها. دي فظيعه. بتعملها ازاي؟ هتدوس هنا كيبورد سيتنجز، هتختار كيبورد، هتدوس مثلا على عربي وهتختار اد لانجوج دي، وتدوس تختار اللغة اللي انت عاوزها. فانا مثلا هختار انجليزي ايا كان اللي انا عاوزها. بقى هنا مثلا يو كي، بقت فيها الاتنين، وهيعمل زي ما احنا شفنا كده. في كمان واحدة، ان احنا دلوقتي لو رجعنا للنوت واخترت فين عربي ايه لعين دي ودوست كده، وانا بقى ايه، انا شاب روش عاوز اكتب فرانكو تعالى نروح، فاهمين؟ سكند كاب، يعني من النهاية قبل قضت على الفرانكو. لو انت معاك فيديو الصوت اللي فيه عاوز تحطه رينج تون، بقيت ممكن على طول تدوس شير وتختار يوز از رينج تون. الموضوع ده ما بقاش محتاج برامج، طبعا كان محتاج برامج زمان، دي حاجة كويسة خالص. بس كده، دي كانت بعض الحاجات في iOS 26. يا رب تكون عجبتكم. اعملوا لايك بقى، وما تنسوش ان ده الفيديو الثالث في تحدي 100 فيديو في 100 يوم بيني انا والعيادة. جرى ايه عيادة؟